السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايه لكم فيديو جديد. لو انتي لسه ما اشتركتيش في قناتي، انزلي تحت واضغطي على علامة اشتراك، فعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ان شاء الله هنعمل النهاردة صينية السمك الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. صينية سمك بلطي في الفرن على طريقة جدتي. معايا كده كمية من السمك البلطي، منضفينها كويس جدا، وهنتبلها. اول حاجة هنمسك السمك ونقطعه من الجنبين عشان التتبيلة بتاعتنا تدخل فيه ويبقى طعمه مميز. هنقطع الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده، وهنتبله تتبيلة رائعة هتشوفوها معايا. عندي كزبرة وكمون وملح وعصير ليمون وتتبيلة جاهزة بجهزها وبحطها عندي في الفريزر للأسماك. عبارة عن توم مفروم وهريسة شطة وعصير ليمون. بعد ما هنقطع السمك بتاعنا هنجهز التتبيلة: معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة صغيرة خل، ملح، توم مفروم وعصير ليمون. وهبتدي ان انا اخلط التتبيلة دي كويس جدا، وهتبل بيها السمك بتاعي، وهسيبه حوالي نص ساعة في التتبيلة عشان يتشرب منها ويديني طعم مميز. وبعد كده هبتدي ان انا اجهز الدقيق بتاعي اللي هبدر بيه السمك. عندي دقيق، كمية من الدقيق عليها نشا وملح، وهبتدي ان انا ابدر السمك كله وهنقليه. وبعد كده هنجهز الصلصة او التخديعة بتاعتنا. هنا حبايب قلبي كنت بتبل السمك بالتتبيلة اللي انت شفتوها كلها. خلصت كمية السمك بتاعتي وجهزت الدقيق بالنشا اللي انا مملحاه كويس. هبدره كده يعني ابدره بكمية بسيطة من الدقيق، مش عايزاه يبقى متغلف بكمية دقيق كبيرة عشان الدقيق ما يتحرقش مني في الزيت. خلاص كده كنا خلصنا قلية السمك. هنجهز مع بعض التخديعة: بصلاية مفرومة على النار، معلقتين زيت، وهتدبل معايا وتاخد لون ذهبي كده. هنزل بيه معلقة من التوم المفروم وهقلبهم كويس جدا. بعد كده هنزل بعصير الطماطم والبهارات بتاعتي، نفس البهارات اللي تبلت بيها السمك، عبارة عن كمون، كزبرة، بابريكا، فلفل اسود، وشرايح من الفلفل الاخضر. بعد كده هتتسبك معايا. هكون مجهزة الفرن بتاعي مسخناه، وهنزل بالصلصة او التخديعة بتاعتي دي على السمك بتاعي، سواء في طاجن بايركس او فخار او صينية عادية ألمونيا، مفيش مشكلة. وهنزل بيها بالصلصة بتاعتي على السمك زي ما انتم شايفين. التخديعة بتاعتي او الصلصة خلاص استوت. هجهز الطاجن بتاعي. عندي طاجن بايركس هرص فيه السمك، وهنزل بالتخديعة بتاعتي وهدخله الفرن على درجة حرارة 200
وهشغل الشواية ياخد لون وهخرجه يتاكل مع سمك مع رز صيادية أو رز أبيض وسلطة. طريقة سهلة وبسيطة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي. يا رب يكون الفيديو استفدتم منه، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير. تنسوش الدعاء لإخواتنا. اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم امين. هنا خلاص هدخله الفرن بقى، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.